السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية عاملين ايه؟ ان شاء الله اشرح لكم النهاردة محاضرة اللاكسيتيف والتريتمنت اوف دايريا. نبدأ محاضرتنا بدعاء. اللهم اني اسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. وما ننساش يا شباب ندعي لزمايلنا اللي توفاهم الله، ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم ويجعل مأواهم الجنة بإذن الله. هناخد النهارده يا شباب الدايريا، ماشي، المانجمنت اوف دايريا والمانجمنت اوف كونستيبيشن اللي هو الانتستينال افيكونس. ماشي، ده هنتحدث عنه ان شاء الله في الجزء الثاني من المحاضره. وده الانتستينال افيكونس ده، ماشي، ده اللي هنبدا بيه. الانتستينال افيكونس هنفضي محتويات الانتستين بثلاث طرق. في بيرجيتيفز، ماشي، اللي هي ملينات، والبيرجيتيفز دي في منها نوعين، اللاكستيف والكاثاليتكس. البركتيف دي يعني هما تلاتة نفس المعنى، بس البركتيف دي كلمة شاملة الايه، اللاكستيف والكاثاليتكس. ماشي، اللاكستيف دي ويك، يعني مش ويك، يعني يعتبر ايه، ملين عادي، يعني اللاكستيف دي ملين على قد حاله كده. انما الكاثاليتك دي بقى دي سترونج لاكستيف. يبقى ده ايه الفرق بين الثلاث مصطلحات؟ يبقى البركتيف دي كلمة شاملة، اللاكستيف دي ملين عادي، والكاثاليتك دي سترونج لاكستيف. تمام. نيجي هنا على تاني طريقة نفضي بيها محتويات الايه، الانتستين، اللي هي الافيكوانت انيماتا، اللي هي الحقن الشرجية. تمام. تالت طريقة اللي هي السابوزيتوريز اللبوس، جليسرين سابوزيتوريز. تمام. يبقى هنبدأ بقى نتكلم في الايه، في الانستينال ايه، في الانستينال افيكوانس ان شاء الله في الجزء الاول. تمام. هنبدأ يا شباب بالبرجيتيفز اللي هي الملينات. تمام. البرجيتيفز دي هي دراجز بتتاخد اورالي، ماشي، عشان تفضي الباوز، تو ايفاكويت الباوز. في منها نوعين، الفيزيكال وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي، والكيميكال اللي هو الاريتنت. كيميكال ليه اسم تاني اللي هو الايه، الاريتنت. الفيزيكال دي نوعين، الليوبريكانت ودي اللي هي من اسمها كده اللي هي ايه، بتزحلق يعني، ماشي، والبالك فورمينج بورجيتيفز. البالك دي يعني هي يعني الادويه دي بتخش تكون بالك ماس، بتعمل بالك ماس كده في الانتستين. البالك ماس دي بتكبر لغايه ما تعمل استريتش للوول اوف انتستين، بتعمل استريتش كده الانتستينال وول. لما تعمل استريتش الانتستينال وول ده هيؤدي لان البريستالسيس هتزيد، اللي هي الحركه الدوديه بتاعت الامعاء هتزيد. يبقى دي فكره ايه ببساطه كده، فكره عمل ايه، البالك. البالك بيركتيفز دي في منها 3 انواع. اول حاجه اللي هي الهيدروفيليك كولويد، يعني من اسمها برضو هيدروفيليك كولويد، يعني مواد بتحب الميه، ماشي، ودي طبعا مواد اندايجستبل، يعني ما بتتهضمش، زي الايه، زي البران اللي هي الرده، مش هناخدها برضه، هنتحدث عنها دلوقتي في السلايد الجاي ان شاء الله. تاني نوع من الايه، من البالك دي اللي هي الصلاين، اللي هي محاليل ايه، الملح. تالت حاجه اللي هي اللاكتيولوز. يبقى بالنسبه للبالك في هيدروفيليك، في صلاين، في لاكتيولوز، ماشي، وهنتكلم عن كل ده دلوقتي بالتفصيل. نبدا بالبالك فورمينج برجتيفز. دي increase the bulk of intestinal contents. يبقى الانتستينال contents بتعمل بالك كده، البالك ده بيستريتش الوول بتاع الجي اي تي، بيليد تو ايه، يؤدي لايه، لان بيحصل ستيميوليت البريستالسيس بتاعت الايه، يعني اللي هي الحركه الدوديه بتاعت الامعاء. ادي اهو الكونتنتس اهي، عملت بالك ماس، البالك ماس دي عملت استريتش للانتستينال وول، ماشي، ادى لان الايه، الحركه الدوديه اهي، البريستالسيس زادت. تمام. تمام. بيقول لك البالك بقى قلنا الثلاث انواع اللي هو الهيدروفيليك، ماشي، واللاكتيولوز والايه، اللي احنا لسه واخدينهم اهو. ثانيه يا شباب، اهي قلنا الهيدروفيليك كولويد والصلاين واللاكتيولوز، هيدروفيليك كولويد والصلاين واللاكتيولوز. هنبدا نتكلم دلوقتي عن الهيدروفيليك كولويد. الهيدروفيليك كولويد ده، ماشي، اشهر حاجه فيه البرين اللي هي الرده، ماشي، الناس اللي هي بتيجي تاخد رغيفين العيش وتقعد تنفضهم كده طب ليه تنفضهم ليه؟ ده البران ده ملين حلو، ملين طبيعي، ماشي. يبقى الهيدروفيليك كولويد ده اللي هو البران، والميثايل سيلولوز. الميثايل سيلولوز ده اللي هو بيبقى موجود في الطبيخ، اللي هو في السبانخ، في الباميه، ماشي. يبقى الهيدروفيليك كولويد اللي هي زي الميثايل سيلولوز وزي البرين اللي هي الرده، دول بيخشوا في الانتستين يعملوا بالك ماس، بتضغط على الايه، على تعمل استريتش للانستينال وول، تزود البريستالسيس. في سايد افكتس للايه، للهيدروفيليك كولويد دي، زي ايه، بتعمل ابدومينال ديسكومفورت. بس لا، هي بتعمل حاجه كمان برضو اللي عايز يعرفها، يعني بتعمل حاجه اسمها فيليتس.
ماشي. يبقى دي بالنسبه للايه للهيدروفيليك كولويد. فليتس دي يا جماعه هي الفيري باد اودر اوف ستول. يعني انت دلوقتي البراند دي بتخش جوه ماشي، بتقعد تسحب يعني تشد عليها ميه وبتعمل عجينه جوه من رده وميه وبتاع، وبتقدمي اصلا جوه معجنه ماشي. فده بيخلي ان البكتيريا بتروح تنمو على الايه على البالك ماس دي. فلما تيجي ايه فالستول بيعمل يعني بيبقى فيري باد اودر، حتى يعني المريض ما بيبقاش طايق نفسه حتى. تمام. فيبقى كده السايد افكت بتاعت الايه الهيدروفيليك كولويد اللي بتعمل ابدومينال ديسكومفورت، وفليتس اللي عايز يعرفها اللي هي فيري باد اودر اوف ستول. تمام. بعد كده نيجي بقى على تاني نوع من الايه من البلك اللي هي الصلاين. يبقى اول حاجه الايه الكولويد ماشي. تاني حاجه الصلاين. الصلاين دي يا شباب اللي هي المغنيسيوم سلفيت، اللي هي محاليل الملح يعني، مغنيسيوم سلفيت والمغنيسيوم والصوديوم سلفيت والمغنيسيوم هيدروكسيد. تمام. هناخد بالنا في كونتر انديكيشنز مهمه جدا 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 هنا يا شباب في محاليل ملح الصلاين بيركاتيفز دي، اللي هي المغنيسيوم، ملح المغنيسيوم وملح الصوديوم. ملح المغنيسيوم ده يا شباب هو اصلا بيخرج من الكدني، بيحصل له اكسكريشن من الكدني. ففي مرضى لو انت اديته لحد مثلا مريض كلى عنده مشكله في الايه في الكدني، انت كده المغنيسيوم مش هيخرج فهيتجمع في الجسم، ولما يتجمع في الجسم هيبقى ده يعتبر مصيبه للقلب. ممكن يعمل ايه؟ يعمل هارت بلوك. ده ممكن يعمل ايه؟ هارت بلوك. تمام. تمام. يبقى دلوقتي المغنيسيوم كونترا انديكيتد في الايه في الديفريكت رينال فانكشن لو في اي في مرضى الكلى. والصوديوم ماشي كونترا انديكيتد فين؟ في الكونجستيف هارت فيلير، في مرضى الكونجستيف هارت فيلير. ليه؟ لان مرضى الكونجستيف هارت فيلير دول اصلا بيبقى جسمهم منفخ ومليان ميه والدنيا بايظه يعني، فتدي لهم اصلا صوديوم اللي هو بيحب الميه تزود تبهدل الدنيا اكتر. تمام. يبقى في كونتر انديكيشنز هنا مهمه جدا في الصلاين اللي هو المغنيسيوم والصوديوم. المغنيسيوم ممنوعه في مرضى الرينال ماشي، لانها اصلا بتخرج من الكدني، فلو الكدني بايظه المغنيسيوم هيتجمع في الجسم يعمل مشاكل على القلب، يعني ممكن يعمل هارت بلوك. والان ايه الصوديوم ممنوع في مرضى الكونجستيف هارت فيلير لانه هو بيزود الميه اكتر، وهو اصلا الكونجستيف هارت فيلير المرضى الكونجستيف هارت فيلير دول بيبقى الجسم منفخ ومليان ميه والدنيا بايظه معاه. تمام. طيب نيجي بقى هنا على اللاكتيولوز. يبقى احنا كده خدنا في البالك ايه الكولويد، وبعدين الصلاين، وبعدين تالت حاجه اللي هي اللاكتيولوز. اللاكتيولوز ده طبعا انتوا عارفين من سنه اولى ان هو دايسكرايد بيتكون من فركتوز وجلاكتوز، مش مهم ماشي. اللاكتيولوز ده ما بيمتصش. طبعا احنا عارفين يا شباب ان هو انتوا واخدينه المفروض اصلا في الهيباتيك انكفالوباثي. اللاكتيولوز ده متاخد ايه في الهيباتيك انكفالوباثي ان هو لعلاجها يعني وكده، لان المفروض ان الكولون البكتيريا في بكتيريا موجوده في الكولون بتحول البروتين بتحوله الامونيا. الامونيا دي بتمتص تروح على الليفر، وبعدين الليفر يحولها ليوريا. اليوريا تخرج منين؟ من الكدني. طيب دلوقتي بقى اللاكتيولوز دي بتروح تعمل ايه؟ بتروح على الكولون ماشي، بتلاقي هناك البكتيريا اللي موجوده في الكولون. البكتيريا اللي موجوده في الكولون دي هتقوم عامله ايه في اللاكتيولوز؟ تحولها للاكتيك اسيد. تمام. يبقى اللاكتيولوز ده اول ما هيوصل للكولون هيلاقي بكتيريا، البكتيريا دي هتقوم محولاه للاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده لما يزيد في الكولون هيعمل ايه؟ هيخلي الميديا اسيديتي. تمام. الميديا الاسيديتي دي هتعمل حاجتين. المفروض اصلا ان الامعاء طبيعي بتبقى ايه الكلاين، فلما يبقى في اسيديتي في الكولون ده هيزود البريستاليسيس الحركه الدوديه. وتاني حاجه هيعملها ايه؟ يبقى الاسيديتي ميديا دي اول حاجه هتزود البريستاليسيس. تاني حاجه هتقتل البكتيريا ماشي، هتقتل البكتيريا اللي هي بتحول بتاع ده البروتين لامونيا. تمام. يبقى انت في مرض في الهيباتيك انكفالوباثي انت مش عايز تحول البروتين لامونيا عشان ما تروحش الليفر تتجمع وبعدين تطلع على المخ تعمل المشاكل اللي بتعملها دي. فتدي ايه؟ تدي اللاكتولوز ده اللي بيموت البكتيريا اللي في الكولون دي. بيموتها ازاي؟ عن طريق ان هو اول ما بيروح للكولون البكتيريا اللي في الكولون دي بتحوله للاكتيك اسيد، بيزود بيخلي الميديا اسيديتي بتبقى الحموضه عاليه في الكولون، فالحموضه دي بتقتل البكتيريا وبتعمل ايه؟ وبتزود البريستالسيس. طيب بتقتل البكتيريا فعشان كده بنستخدمها في علاج الايه الهيباتيك انكفالوباثي، بتزود البريستالسيس فعشان كده بنستخدمها في علاج ايه في كمولين يعني في الكونستيبيشن. تمام. طيب يبقى هنا بيقول لك اهو نوت ابزوربد ما بيمتصش ماشي، بيعمل بالك اللي هو لاكزفت ملين عشان ايه؟ بيزود البريستالسيس عن طريق الايه الاسيديتي ميديا. طيب نيجي بعد كده بيقول لك نص هنا كل البركتيفز هنا بتتاخد في المورنينج الصبح ماشي، لانها بتشتغل في خلال من ساعه 3 ساعات ماشي. يبقى البالك بارجتيفز بتشتغل في خلال ايه من ساعه 3 ساعات، فبتتاخد في ان ذا مورنينج.
سيبك من دي، ما هي من الصلاين ايه من البلك بتتاخد برضو الصبح ايه قبل البريكفاست، مش مشكله. تمام. نيجي بعد كده بقى على الليوبريكانتس اللي هي اللي بتزحلق. الليوبريكانتس دي زي الليكويد بارافين او المينرال اويل. تمام. يبقى زي الليكويد بارافين او المينرال اويل دي كده. الليكويد بارافين ده بيخش بيعمل ايه؟ بيعمل سوفتنينج وليوبريكيشن للفيسز. ماشي، بيعملها لوبريكيشن وسوفتنينج. تمام. طيب الليكويد بارافين ده يا جماعه المفروض ان هو بيشتغل في خلال 10 ساعات، لانه بيشتغل فين؟ بيشتغل على اللارج انتستين. فعقبال ما يوصل للارج انتستين وكده، وده هناخد طبعا ايه، هناخد دلوقتي ان هو ليه عيوب كتير. البارافين اويل ده الليكويد بارافين ده هناخد دلوقتي عيوب. فهو بيشتغل على اللارج انتستين ماشي، وبيشتغل في خلال، فعشان كده بيشتغل في خلال 10 ساعات. فيتاخد في امتى؟ ات نايت، بالليل قبل ما ينام. ماشي، عكس ايه؟ عكس البلك. قلنا ناخد البلك امتى؟ الصبح بدري. ماشي، لانه بيشتغل من خلال ساعه لثلاث ساعات او من ساعتين لثلاث ساعات. انما البارافين اويل بيشتغل في خلال 10 ساعات، لانه بيشتغل على اللارج انتستين ماشي، فبيتاخد ات نايت. طيب نيجي بعد كده للايه، لعيوب بقى السايد افكتس بتاعت ايه، بتاعت البارافين اويل. البارافين اويل ده ليه سايد افكتس ماشي، هناخد دلوقتي بالتفصيل. اول حاجه ماشي، بيديكريز الابزوربشن اوف فات سوليبل فيتامينز. بصوا يا جماعه الحته دي هقول لكم. المفروض ان هو دلوقتي الليوبريكانت ده، ثانيه واحده كمل بقى يا شباب. البارافين اويل ده مليان عيوب. ماشي، ايه عيوبه؟ اول حاجه ان هو بيقلل الابزوربشن بتاع الفات سوليبل فيتامينز. ماشي، بيقلل الابزوربشن بتاع الفات سوليبل فيتامينز اللي هم ايه؟ اللي هم كي اي دي ايه كده. طيب من ضمنهم فيتامين ايه؟ الدي. ادام فيتامين دي مش حصل فيه ديفيشنسي، يبقى فيه كمان ديفيشنسي في الكالسيوم والفوسفات، لان الكالسيوم والفوسفات ما بيحصل لهمش ابزوربشن من الامعاء الا في وجود فيتامين دي. فحصل ديفيشنسي في فيتامين دي، يبقى على طول ديفيشنسي في الابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفات كمان. تمام. تاني حاجه من عيوب برضو البارافين اويل ماشي، ان هو احنا قلنا اول حاجه ديكريز، تاني حاجه ديلي الهيلينج بتاع الواوندز بعد الانو ريكتال اوبريشنز، عمليه البواسير اللي هي ايه؟ البايلز. ماشي، يبقى بعد الايه، بعد عمليه البواسير او البايلز دي البارافين اويل ده ممكن يعمل ايه؟ ديلي الهيل، بيأخر الهيل بتاع الايه، بتاع الجرح. تمام. تالت عيب له الايه؟ الالرجي. ازاي الالرجي بقى؟ بيقول لك اهو بيعمل المينرال اويل ده بيعمل تيبيكال فورين بودي رياكشن، اللي هو ايه؟ حساسيه. ماشي، فين بقى؟ في اللنج، في الاسبلين، في الليفر، في الانستانا ميوكوزا، في الميزنتريك ليمف نود. تلاقي ايه؟ تلاقي الليمف نود بتاعته كده ايه؟ منفخه كده، فيها ايه؟ فيها الرجي. تمام. طيب رابع حاجه من عيوب برضو البارافين اويل، بيعمل ممكن، هو انا قلت لكم ان هو بيشتغل على اللارج انتستين، فممكن يحصل ليكج كده ماشي، يخرج بره الايه، من خلال الانال سفنكتر، فيخرج يعمل ايه؟ بيريورايتس هرش. ماشي، يبقى بيعمل ايه؟ انال بيريورايتس. واخر بقى عيب اللي هو بيعمل انال بولبس اهي تحت اهي. ماشي، يبقى باختصار اول حاجه ديكريز، تاني حاجه ديلي. ديكريز ايه؟ ديكريز الفيتامينز، الفات سيلول فيتامينز اللي هي الكده، وبالتالي الكالسيوم والفوسفات. وتاني دي اللي هي ديلي الهيلينج بتاع الايه، البواسير الانوركتال ايه اوبريشنز. طيب وبعد كده ماشي قلنا الرجي وانال بوليب وانال بيريورايتس. ماشي، يبقى ايه؟ بحرف الايه اهو، الرجي، انال بيريورايتس، انال بوليب. تمام. ودي اللي هي ديكريز وايه وديلي. تمام. يبقى دي كده عيوب البارافين اويل. نيجي بقى اللي بعد كده، بيقول لك بقى الكيميكال بيرجتيفز اللي هي الاريتانت. الكيميكال دي اللي هي الاريتانت بيرجتيفز. تمام. الكيميكال اريتانت دي في منها نوعين، مايلد ومودريت. المايلد زي الكاستر اويل. الكاستر اويل ده اللي هو زيت الخروع. تمام، وهناخده دلوقتي برضو. ماشي، والمودريت ده ماشي احنا بن ايه، بنسكمهم كده في ايه، طبعا ايه من ضمن برضو المايلد اللي هي الايه، الفيجز والايه والبرونز اللي هو الايه، التين والخوخ. تمام، برضو دول مايلد ايه، مايلد ايريتانت بيرجتيفز. ماشي، بالنسبه بقى للمودريت بيرجتيفز زي ايه بقى، بنسكمها في ايه، في بيسا اشترت عيش سن، وزود يا عم عشان خاطر ايه، وفينو. تمام اهي، يبقى اشترت، يبقى بيسا اشترت عيش سن وفينو. بيسا اللي هي بيسا كودايل اهي، دي كده مودريت ايه، مودريت وايريتانت بيرجتيفز. irritant. تمام. طيب
اشترت عيش سن ده اللي هو السنة، أو السنة ده اللي هو عيش السن اللي هو بيبقى منفوخ كده، عامل زي البلدي كده ومنفوخ، اللي هو بيستخدموه بياكلوه في الدايت للناس اللي عاملة دايت ورجيم والحوارات الفكسانة دي. تمام. نيجي هنا بقى على الايه الفينو اللي هو الفينو نفسلين، يبقى دول التلاتة المودريت، يبقى بيسا اشترت عيش سن وفينو. طيب وقلنا المايلد اللي هو الكاستر اويل اللي هو زيت الخروع والايه والخوخ والايه والتين. تمام. ناخد بعد كده بقى الكاستر اويل اللي هو زيت الخروع ده. زيت الخروع ده ماشي بينزل بيروح يشتغل على السمول انتستين. ماشي. هنعرف ده دلوقتي برضو ايه، او ليه هتعرفوا اللي انا بقول لكم دلوقتي بيشتغل على السمول انتستين. بينزل بيروح على السمول انتستين، بيتكسر باللايبيز انزيم. ماشي. يبقى اول ما بيوصل للسمول انتستين مين اللي بيكسره؟ اللايبيز انزيم، بس شرط في وجود البايل العصاره الصفراويه. طيب بيكسروا بقى ايه اللايبيز انزيم ده؟ بيكسر الكاستر اويل ده، بيكسروا لجليسرول وريشينويك اسيد. طيب الريشينويك اسيد ده يا شباب لما بيتكون في الانتستين بيقوم ده بيعمل اريتيشن للايه للانتستينا ميوكوزا او للنيرف اندنج، للنيرف اندنج. تمام. فلما بيعمل اريتيشن للنيرف اندنج او للانتستينا ميوكوزا ده بيعمل ريفلكس انكريز بريستاسيس، ده بيزود ايه الحركه الدوديه. تمام. طيب خد بالك انا قلت لك ان هو اللايبيز ده ما بيكسرش الكاستر اويل الا في وجود البايل العصاره الصفراويه، لذلك هنا بيقول لك اهو ان هو ان اكتف ماشي في وجود الاوبستراكتيف جوندس، في مرضى الاوبستراكتيف جوندس. مرضى الاوبستراكتيف جوندس دي الطريق عندهم مسدود، مفيش بايل، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ البايل دي مش هتطلع، فمش هتساعد في ايه في مش هتساعد اللايبيز انه يكسر الكاستر اويل، فبالتالي بيقول لك اهو ان اكتف في مرضى الاوبستراكتيف جوندس. تمام. طيب في سايد افكتس مهمه جدا 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 للكاستر اويل زيت الخروع ده. زيت الخروع ده اوعى 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 تديه لواحده حامل. ليه؟ كانوا زمان بيقولوا ايه، يقول لك ايه الريكتم بيغير من اليوترس، لما تيجي تفضي الريكتم فايه اليوترس يغير يقوم يفضى هو كمان. فبيقول لك هو لما تيجي في الكاستر اويل ده اوعى تديه لواحده حامل لانه بيعمل ابورشن، اجهاض. ماشي. وبرده اوعى تديه لواحده بترضع اكسكريتد ان ميلك، ماشي، يعمل دايريه في الاطفال. يبقى ده مهم جدا جدا جدا. ماشي. ممنوع تدي كاستر اويل لواحده حامل. تمام. طيب نيجي بعد كده التايم اوف ادمنستريشن اوف بيرجاتيفز. بيقول لك هنا احنا قلنا ان في بيرجاتيفز بتشتغل في خلال ساعتين لثلاثه. ماشي. زي ايه؟ زي البالك بيرجاتيفز، وقلنا حتى بتتاخد الصبح بدري. ماشي. والكاستر اويل، الكاستر اويل برضو قلنا بتشتغل فين؟ على الايه على السمول انتستين. المهم ايه انها بتشتغل في خلال ساعتين لثلاثه. نيجي بقى هنا على الايه الليكويد بارافين. ماشي. والمودريت ايريتانت. طبعا الكاستر اويل ده على طول على فكره مايلد. يبقى المايلد هنا ده اهو ماشي بيشتغل في خلال من ساعتين لثلاثه. ماشي. فبناخده ايه الصبح بدري. انما هنا بقى دي الايه الليكويد بارافين ده يتاخد بالليل قبل النوم، هو المودريت ايريتانت. ليه؟ لانه بيشتغل في خلال 8 ل 12 ساعه، فبيتاخد ايه بيد تايم. ماشي. يبقى اللي بيتاخد في البيد تايم ايه الليكويد بارافين والمودريت. ماشي. ممكن نسكمها في ايه مثلا ان البيد ماشي فيها دي اهو والمودريت فيها دي. لا سيبك من دي، سيبك من دي. تمام كده يا شباب. تمام. يبقى كده يبقى كده اللي بيتاخد في البيت تايم الليكويد بارافين والايه والمودريت ايريتنت. ماشي. واللي بيتاخد الصبح بدري البالك بيرجاتيفز والكاستر اويل. تمام. نيجي بعد كده الثيرابيوتيك يوزز اوف بيرجاتيفز. يقول لك البيرجاتيفز دي بنستخدمها في ايه؟ كونستيبيشن. والله العظيم والله. يبقى احنا بنستخدم بيرجاتيفز ايه؟ اول حاجه كونستيبيشن. تاني حاجه الدراج فود بويزنينج، تسمم الاكل او تسمم الدواء. فانت عايز ايه؟ عايز تنزل عشان ما تقعدش في الامعاء تمتص التوكسين وكده، فعايز تنزل تعمل ايه؟ تدي ايه لاكستيف. وبالذات بنفضل هنا الصلاين بيرجاتيفز في تسمم ايه الاكل والادويه. طيب بنديها قبل العمليات وقبل الراديولوجيكال اكزامينيشن. ليه؟ قبل العمليات طبعا لان انت مثلا لو بتعمل عمليه لازم الايه الامعاء تبقى فاضيه، وبالذات لو بتعمل ايه عمليه في الجي اي تي. ماشي. علشان انت دلوقتي ايه ممكن الفيسيس دي مثلا تخرج تعمل مشاكل، فايه لازم تبقى فاضيه ونظيفه. قبل الراديولوجيكال اكزامينيشن وبالذات اللي هي ويز كونتراست اللي هي ايه بصبغه، او في مثلا في سائل كده اسمه سائل اللهم صل على النبي، اللي هو سائل الباريوم. سائل الباريوم ده
ممكن يتاخد شرب يعني يشربه كده وينزل في الجي اي تي ماشي، وبعدين يصوره ده في الراديولوجيكال اكزامينيشن ماشي. وممكن على فكره برضو ممكن يتاخد انيماتا حقنه شرجيه اللي هو سائل باريوم ده تمام. فقبل ما تاخد سائل باريوم ده تفضي برضو الايه الامعاء، عشان ايه سائل باريوم لما ينزل ماشي وتعرف تصور ويبقى الصوره واضحه. انما لو مثلا في اكل ولا حاجه جوه، فالايه سائل الباريوم ده هيجي يقف عند ايه، عند منطقه معينه يعني تمام، مش هيكمل تمام. ممكن برضو من الثيرابيوتيك يوز ايه بيفور وافتر الانتي هيلمنتيك اللي هي الشربات بتاعه الديدان. لازم قبلها تنظف الامعاء وبعدها برضو ايه تنظف ليه بعدها، عشان تعمل اليمينيشن للي متبقي من الديدان يعني تتخلص منها بقى تمام. تمام. وبرضو بنفضل هنا السلاين كاثريتكس تمام. طيب مش مهم. تو بريفنت الستريننج في البيشنت وذ هيرنيا، واحد عنده هيرنيا مثلا فتاء ماشي، طبعا الستريننج بالنسبه له ممنوع اللي هو الحزق يعني، ما ينفعش يحزق او يشيل يعمل مجهود او يشيل حاجه تقيله او كده. فانت يعني تديله لاكسيف ملينات عشان ايه، عشان ما يجيلوش امساك ويقعد يحزق والدنيا تبوظ اكتر تمام. يبقى كده الثيرابيوتيك بتاعت البرجاتيفز ايه كونستيبيشن تمام، والدراج فود التسمم الاكل والدراج قبل العمليات وقبل وبعد الشربات، وتو بريفنت الايه الستيننج اللي هو الحزق تمام. اخر حاجه بقى هنا الدينجر اوف لاكسيف ابيوز. الناس اللي هي بتبقى ماشيه لفترات طويله ماشيه على ايه، على الملينات، وبعدين راح جه مبطلها فتره، لما بطلها فتره لقى انه ايه جاله امساك مزمن ماشي، يبقى فولو بايه بيريود اوف كونستيبيشن، وبالتالي ايه راح رجع تاني للايه للدراج، رجع تاني ياخد لاكستيف تمام. فايه فبيبقى فيه ديبندنس اللي هو ايه ما يقدرش يعيش من غيرها. فايه فبيقول لك البرولونجد والهابيتوال يوز اوف لاكستيف از ان هيلثي تمام. طيب بعد كده هنيجي بقى للانيما اللي هي الحقنه الشرجيه. الانيما دي يا شباب هي ايه فلويد بريباريشن ادمنستريتد ايه بالريكتم تمام. طيب في نوعين، ايفيكوانت بتفضي وريتنشن بتعبي. يبقى ايفيكوانت بتفضي، ريتنشن بتعبي. انت اللي بتفضي دي عشان تفضي ماشي لازم تبقى لارج فوليوم، ممكن توصل للتر، ممكن تعمل ايه حقنه شرجيه لتر كامل عشان تفضي ماشي. طبعا لازم تبقى هاي بريشر ماشي، انت مره واحده كده ماشي. انما هنا الريتنشن لا، انت عايز سمول ممكن 250 مللي ولا حاجه، وطبعا لو بيد ايه لو هيد بريشر اللي هو ايه يعني واحده ماشي، مش مره واحده كده تمام. طيب الاكزامبلز قال لك هنا الايفاكوانت دي اللي هي اللي بتفضي في منها نوعين، فيزيكالي وكيميكالي. فيزيكالي دي اللي هي ايه الصلاين معلوم ملح، وممكن حتى ايه ميه، لو ميه من الحنفيه عادي تمام. يبقى فيزيكال اللي هي الصلاين، والكيميكالي اللي هي الكيموميل ماشي، الكيميكال اللي هي الايه الكيموميل تمام. يبقى الكيميكال اللي هي الكيموميل تمام. نيجي هنا الريتنشن في نيوترنت ماشي، وفي باريوم سلفيت اللي لسه قايل لكم عليه بيتاخد، ممكن يتاخد اورالي او ممكن يتاخد انيماتا ماشي. باريوم سلفيت ده قبل الراديولوجيكال اكزامينيشن تمام. وفي مغنيسيوم سلفيت حلو كده. المغنيسيوم سلفيت ده ماشي بيبقى ليه اوزموتيك بريشر، بيستخدموه فين في عارفين الناس اللي هي اتخبط في دماغها ماشي، فبيزيد عندها بيبقى عندها انكريز في الانتراكرينيال بريشر اللي هو سائل المخ، الضغط بتاع سائل المخ زياده. فانت بتديله مغنيسيوم سلفيت ده اهو ماشي، بيخش يمتص من الامعاء ويخش في الجسم يعمل ايه، بيروح على المخ يقلل السوائل من المخ ماشي، فبيقلل الانتراكرينيال تنشن. فالمغنيسيوم سلفيت انيمينيتا ده بيستخدموه في اللي هم الايه الناس اللي هم عندها انكريس في الانتراكرينيال تنشن، واحد مخبوط في دماغه مثلا في تروما حادثه كده تمام. يبقى كده الريتنشن اللي هي الباريوم والمغنيسيوم والنيوترنت ماشي. النيوترنت دي اللي هي مغذيات ماشي، لو واحد مثلا ايه واحد مغمى عليه ماشي، فعايزين نديله حقنه شرجيه ايه فيها مغذيات ماشي، او واحد ايه يعني مش فاقد الوعي يعني تمام. تقول لي طب ليه ما نديلوش اي في؟ لان في بعض النيوترنتس ماشي ما ينفعش تديها اي في، ساعتها ايه تديها تديها انيماتا تمام. نيجي بعد كده على الدايريه. كده خلصنا يا شباب الكونستيبيشن. نعمل مراجعه سريعه بس كده. قلنا هنا الانسان الايفيكوانتس بالايه، لا اما بيرجاتيف لا اما ايفيكوانت لا اما جليسين اللي هو لبوس لا اما حقنه شرجيه لا اما ايه لا اما مولينات اللي هي ادويه. وبعد كده قلنا هنا البيرجاتيف دي اللي هي فيزيكال وكيميكال ماشي. الفيزيكال دي في منها الليوبريكانت اللي هي بتزحلق اللي هي بارافين، بتزحلق بارافين، والبالك فورمنج اللي هي الايه الهيدروفيليك كولويد ماشي.
والصلاين واللاكتيلوز، ده البالك، يبقى هيدروفيليك صلاين لاكتيلوز ماشي. والكيميكال هناخدها دلوقتي. وبعدين قلنا البالك فورمينج باركترز اللي هي بتعمل بالك، بتزود الحركه الدوديه، تمام، بتعمل الاسترتش الوول، تزود الحركه الدوديه. وبعد كده الثلاث انواع بقى بتوع البالك، اول حاجه الهيدروفيليك قلنا زي البران وزي الميثايل سيلولوز ماشي، ودي بتعمل ايه ابدومينال ديسكومفورت. وبعد كده قلنا السالاين باركترز ماشي، السالاين دي قلنا اللي هي ايه محاليل الملح، قلنا يعني ناخد بالنا فيها بس من المغنيسيوم والان ايه فيها كونترا انديكيشن. المغنيسيوم ممنوع في مرضى الرينال ماشي، والصوديوم ممنوع في مرضى الكونجستيف هارت فيلير ماشي. زي ايه بقى السالين باركترز ده زي المغنيسيوم سلفيت وزي الصوديوم سلفيت وزي المغنيسيوم هيدروكسيد اللي هو الميلك اوف مغنيسيوم. وبعد كده خدنا اللاكتيولوز، اللاكتيولوز ده قلنا اللي هو كنا واخدينه في الهيباتيك انكفالوباسي، وهنا كمان ايه كلاكزيتيف كملين، تمام. ده ما بيمتصش ماشي، بيعمل بالك لاكستيف. قلنا ان هو اول ما بيوصل للكولون البكتيريا بتشتغل عليه تحوله لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده بيتجمع في الكولون يخلي الميديا اسيديتي. الميديا الاسيديتي دي بتعمل حاجتين، اول حاجه بتموت البكتيريا وبالتالي بتمنع تحويل الايه البروتين لامونيا، والحوار اللي هو ايه بيروح يعمل الهيباتيك انكفالوباسي ماشي. وتاني حاجه الاسيديتي، الميديا اللي هي الاسيديتي دي بتعمل تاني حاجه اللي بتزود البريستالسيس، لان الميديا طبيعي اصلا في الامعاء الكلاين، فلما تبقى اسيديتي فبتزود البريستالسيس، تمام. وقلنا هنا ان كل البالك بارجيتيفز دي بتتاخد الصبح ان ذا مورنينج ماشي، لانها بتشتغل في خلال ساعه 3 ساعات. اليوبريكانت هنا قلنا زي البارافين ماشي، بارافين بتزحلق، تمام. قلنا الميكانيزم ايه سوفتنينج ماشي وليوبريكيشن ماشي، يبقى ايه الميكانيزم بتاعها سوفتنينج وليوبريكيشن، سوفتنينج وليوبريكيشن. التايم قلنا بتشتغل في خلال 10 ساعات، ولذلك بتتاخد قبل النوم ات نايت، دي الايه اللي هي بتزحلق لازم تاخدها ايه بالليل قبل النوم ات نايت. السايد افكتس قلنا اول حاجه ديكريز، تاني حاجه ديلي. ديكريز ايه الفات سولبل فيتامينز، وبالتالي عشان دي بتعمل ديكريز في الفيتامين دي فات سولبل اللي هم كده، فبتعمل كمان ديكريز في الايه في الكالسيوم والفوسفات ابزوربشن ماشي. تاني دي اللي هي ديلي الهيلينج بتاعت ايه الانو ريكتال اوبريشنز. طيب وبعد كده قلنا حرف الايه بقى الرجي وانال بيلوراتيس وانال بوليب ماشي. طيب والالرجي قلنا انها بتعمل ايه فورين بادي رياكشن في الاسبرين بقى، في اللنج، في الليفر، في الانستان ميكوزا، وبالذات في الميزنتريك ليمف نود، فبتعمل ايه بتخلي الميزنتريك ليمف نود بتبقى انلارج كده كبيره، تمام. نيجي بعد كده قال لك الكيميكال بقى اللي هي الاريتنت، في منها نوعين مايلد ومودريت. المايلد زي الكاستر اويل والخوخ والالفيكس والايه والبرونز ماشي. وبعد كده قلنا المودريت، وقلنا سكناها في بيسا اشترت عيش سن وفينو، بيسا اللي هي بيسا كودايل ماشي، وعيش سن اللي هو سنه اللي هو اناساركين ده اسمها ايه انثراكين ديريفاتيف ماشي، والفينو نفثالين، تمام ماشي. وبعد كده خدنا هنا الكاستر اويل اللي هو زيت الخروع ماشي، اللي هو قلنا اول ما بيوصل للسمول انتستين بيشتغل عليه اللايبيز انزيم في وجود العصاره الصفراويه البايل، بيكسروا الايه الجليسرول وريشينويك اسيد. خلي بالك من الريشينويك اسيد ده، لان ده هو اللي بيعمل اريتيشن للنيرف اندنج او الانتستينال ميوكوزا، وبالتالي بيزود البريستالسيس اللي هي الحركه الدوديه. وقلنا ان هو نخلي بالنا هنا من حاجتين، ان اكتف في الاوبستراكتيف جوندس. ليه؟ لان الاوبستراكتيف جوندس مفيش بايل، اذا مش هيتكسر ماشي، يبقى اللايبيز انزيم مش هيعرف يكسره، تمام. فبيقول لك ان اكتف في مرضى الاوبستراكتيف جوندس. تاني حاجه نخلي بالنا برده منها ماشي مهمه جدا جدا، ان هو بيعمل ابورشن في البريجنسي اللي هو زيت الخروع او الكاستر اويل، بيعمل ابورشن اجهاض. وقلنا ان هو ايه ان الريكتم بيغير من اليوترس ماشي. وطبعا برده ممنوع في الايه في الستات اللي بترضع. نيجي بعد كده قال لك التايم ادمنستريشن، قلنا في حاجه بتشتغل على سمول انتستين، وبالتالي ايه اللي هي زي ايه زي البالك بيرجيتيف وزي الكاستر اويل، دي بتشتغل على ايه على السمول انتستين ماشي، فبتشتغل من خلال من ساعتين ل3 ساعات، فبناخدها الصبح بدري، تمام، يبقى ان ذا مورنينج. انما في بقى حاجات بتشتغل في الايه في اللارج انتستين زي الليكويد بارافين. وقلنا الليكويد بارافين ده من عيوبه ان هو لما بيحصل له ليكج بيعمل بريرايتس وبوليب والحاجات اللي احنا عرفناها دي، الاثنين الدي والثلاثه ايه، تمام. والمودريت ايريتانت ماشي اللي هي ايه برضو بتتاخد قبل النوم ماشي، لانها بتشتغل في خلال 8 ل 12 ساعه، تمام. طيب وبعد كده قلنا الثيرابيوتيك بتاعت الايه البرجيتيفز الملينات. اول حاجه بنستخدمها ايه طبيعي في الامساك، طبيعي احنا بناخد ايه اصلا. طيب في التسمم الاكل والدواء قبل وبعد الراديولوجيكال، قصدي قبل وبعد الشربات اللي هي الانتي هيلمنثكس ماشي، وبنتاخدها قبل الاوبريشنز قبل العمليات وقبل الراديولوجيكال اكزامينيشنز. قلنا زي الباريوم، سائل الباريوم اللي بيتاخد ممكن يتاخد اورال او انيماتا، فعشان يعملوا راديولوجيكال اكزامينيشن فلازم يكون الايه الامعاء فاضيه عشان السائل ده ينزل يروح في الامعاء كلها فنعرف نصور يعني ماشي. اخر حاجه بيقول لك تو بريفنت الستريننج اللي هو الحزق يعني في مرضى الهرنيا ماشي.
بعد كده قال لك المخاطر بقى بتاعت اللاكسيتيف دي ايه، ان يعني ايه، إن الناس اللي بتستخدمها لفترات طويله وبعدين تيجي تبطلها فيجي لها امساك مزمن، الامساك ما بيروحش خالص فترجعوا ياخدوها تاني، فبالتالي يبقى في ديبندنس ماشي، اللي هو ما بيقدروش يعيشوا من غيرها. طيب نيجي بقى على الانيماتا، قلنا في نوعين، الايفاكوانت والريتنشن. الايفاكوانت دي قلنا ممكن توصل للتر، الريتنشن بتبقى هو 250 ربع لتر ولا حاجه ماشي. الايفاكوانت دي بنديها بهاي بريشر ماشي مره واحده كده، انما الريتنشن بتبقى لو بريشر ماشي. الاكزامبل قلنا الايفاكوانت فيزيكالي سالاين، وقلنا زي ممكن ميه حنفيه كمان، وكيميكالي زي الكيموميل. وقلنا الريتنشن بقى زي نيوترنت ماشي، وقلنا ليه ندي مغذيات للمرضى اللي هم ايه، اللي هم مثلا واحد فاقد الوعي او حاجه، لان في بعض النيوترينتس ما بتعدي ما ينفعش نديها اي في ماشي. وطبعا الباريوم سلفيت لسه قايلها لكم تمام، والمغنيسيوم سلفيت، يبقى باريوم سلفيت ومغنيسيوم سلفيت دول ريتنشن تمام. وبعد كده خدنا الدايريه، لا لسه نبدا في الدايريه بقى. الدايريه بقى ده الباسج اوف لوز ستول ماشي مور ذان 3 تايمز بير داي. بص يعني الموضوع ده اصلا يعني مش دقيق، لان في ناس اصلا الطبيعي بالنسبه لها انها بتعمل مثلا مره واحده في اليوم تمام، فبالنسبه لها الاسهال ان هم يعملوا مثلا 3 مرات في اليوم. في ناس تانية اصلا متعوده ان هم بيعملوا 3 مرات في اليوم ماشي، فده بالنسبه لهم مش دايريه، ده بالنسبه ده الطبيعي بالنسبه لهم تمام. فهو يعني الموضوع ده الحوار ده مش دقيق، بس ايه ماشي نعرفه وخلاص، ان الباسج اوف لوز ستول اكتر من 3 مرات في اليوم. طيب وطبعا ايه الدايريه ريزلتس ايه، بيزود زياده الحركه ماشي، وزياده السكريشن ونقص الابزوربشن. يبقى زياده الحركه الموتيليتي وزياده السكريشن ونقص الايه الابزوربشن. طيب قال لك الاسباب الدايريه ايه، اسباب الدايريه ممكن تبقى انفكشن انفلاميشن ماشي وتيومر. انفكشن بقى سواء فيرال بكتيريا بارازيتيك ماشي، والانفلاميشن زي الانفلاماتوري باول ديسيز زي الالسيراتيف كولايتس ماشي الكرونز تمام. التيومر زي الكارسينويد تمام. والبايل سولتس مال ابزوربشن، الناس اللي هي ايه يعني في ساعات المفروض البايل سولت اصلا بينزل من بيجي من الليفر يخش على السمول انتستين، ينزل تحت يجي على التيرمينال اليوم يعني يحصل له ايه ري ابزوربشن يمتص تاني تمام. فهنا بقى بيبقى فيه بايل سولت مال ابزوربشن، بيبقى فيه مشكله، فبيعمل دايريه، فده بيبقى اسمه دايريه ماشي بسبب البايل سولتس. يبقى دايريه سببه ان وجود العصاره الصفراويه في الامعاء تمام. وفي دراج انديوز دايريه، يعني في دايريه بتيجي بسبب ادويه زي ايه مثلا، زي المغنيسيوم كونتيننج انتاسيدز. لو تفتكروا في الانتاسيدز كنا قلنا في مغنيسيوم وفي الومنيوم، الالومنيوم ده كان بيعمل امساك ماشي، والمغنيسيوم ده كان بيعمل اسهال ماشي. طيب وبعد كده والانتي هايبرتنسيف بيتا بلوكر ماشي، دي برضو ادويه ممكن تعمل ايه، تعمل الدايريه تمام. اللاكستيفز، واحد خد لاكستيفز لمده طويله او دوز عاليه وكده فجاله دايريه. السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز ماشي، دي اللي هي ايه المفروض انها بتمنع الري ابتيك بتاع السيروتونين من النهايات العصبيه عشان تزودها، انت عايز تزود السيروتونين. فلما بتزود السيروتونين ماشي بتعمل ستيموليت الريسبتورز بتاعت السيروتونين. الريسبتورز بتاعت السيروتونين دي موجوده في البرين وموجوده في الجي اي تي تمام. فلما تعمل ستيموليت للريسبتورز اللي هي بتاعت السيروتونين اللي موجوده في الجي اي تي فده بيعمل دايريه تمام. يبقى تاني السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز دي اللي هي الانتي ديبريسنت ماشي، دي بتعمل ايه، انت بتمنع الري ابتيك بتاع السيروتونين فبتزوده ماشي. الابتيك ده يعني بيكسره يعني، فبتزود السيروتونين، فبتعمل ستيموليت للريسبتورز بتاعت السيروتونين اللي موجوده في البرين وموجوده فين في الجي اي تي، وبالتالي يعمل دايريه برضه تمام. طيب نيجي بعد كده اللاينز اوف تريتمنت. اللاينز بتاعت علاج الايه الدايريه دي في اتنين مهمين، سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. السبيسيفيك ده ماشي يعني هي ادويه معروفه ماشي، سيبرو ومترو. يبقى السبيسيفيك دول سيبرو ماشي وايه ومترو تمام. سيبرو فلوكسازين والمترونيدازول، سيبرو ده بتاع الشيجيلا والمترو ده بتاع الاميبا تمام. طيب والنون سبيسيفيك بقى هنا اول حاجه فيها الاورال ريهايدريشن ثيرابي ماشي. الناس اللي بيبقى عندها ايه، اللي بيبقى عندها دايريا ماشي، بيبقى عندهم ديهايدريشن جفاف، وبالذات نخلي بالنا في الايه في الاورال ريهايدريشن ثيرابي دي في اللي هم كبار السن والاطفال، لان دول احنا مش هنعرف ان هم عندهم جفاف تمام، لان دول ايه يعني الموضوع بيبقى صعب. انما لو ادلت هيبقى عارف نفسه ممكن ايه لو جاله مثلا ديهايدريشن جفاف يروح يشرب ميه وسوائل وعصاير وبتاع وخلاص تمام. انما في اللي نخلي يعني المشكله في الايه في الجفاف ده اللي هو بيجي لكبار السن او للاطفال. طيب والنون سبيسيفيك برضو ايه تاني، جي اي تي بروتكتيف ودي هنعرفها دلوقتي، والانتي موتيليتي ماشي توقف ايه توقف الحركه بتاعه الجي اي تي، وانتي سبازموديك ماشي، والايه والاناين اكسشينج ريزاين، ده كله هنعرفه دلوقتي ماشي. بصوا اول حاجه السبيسيفيك اللي قلت لكم عليه اهو، ده اللي هو ايه السيبرو
ده للشجله ماشي، والمترو ده للايه للاميبا. تمام. الريبليسمنت اوف لوز فلويد ماشي، اللي هو الايه الاورال ريهايدريشن ثيرابي. الاورال ريهايدريشن ثيرابي ده في منه نوعين، جلوكوز بيزد بريباريشن والسيريال بيزد بريباريشنز. الاثنين بيتكونوا من نفس الحاجات، يبقى الجلوكوز يبقى دول ايه يعني الاثنين سواء ايه الاورال ريهايدريشن ثيرابي ده معتمد على الجلوكوز او معتمد على السيريال اللي هي المحاصيل الزراعيه زي مثلا الستارش اللي هو النشا، او زي الرايس الرز. تمام. طيب الاثنين اللي هو الجلوكوز والسيريال بيزد بريباريشنز بيتكونوا من ايه؟ من صوديوم كلورايد وبوتاسيوم كلورايد وصوديوم ستريت. يبقى الاثنين بيكونوا من نفس الثلاث حاجات دول، صوديوم كلورايد، بوتاسيوم كلورايد، وصوديوم ماشي ستريت. حلو كده. تاني، صوديوم كلورايد وبوتاسيوم كلورايد وصوديوم ستريت. قلنا اهو الجلوكوز زي الايه الجلوكوز، وقلنا السيريال اهم حاجه فيها ايه؟ الستارش. تمام. بصوا يا شباب، الجلوكوز ده بيبقى ليه خاصيه اسموزيه. لما انت بتديه بيروح في الامعاء ماشي، بيسحب عليه الميه، بيمنع الميه انها تنزل في الستول، بيسحبها ماشي، وبالتالي بيحافظ عليها في الانتستين ماشي. لما يحافظ عليها في الانتستين هتمتص، يبقى هو ايه؟ ليه خاصيه اسموزيه، بيسحب الميه، بيمنع انها تنزل في الستول ماشي، وبالتالي ايه؟ تتجمع في الانتستين فايه؟ فيحصل لها ابزوربشن ماشي. ده بالنسبه لايه؟ للجلوكوز. تمام. طيب نيجي بعد كده، يبقى ده كده ايه؟ خدنا السبيسيفيك تريتمنت ماشي اللي هو السيبر والمترو، والنون سبيسيفيك اول حاجه فيها قلنا الريهايدريشن ايه؟ الاورال ريهايدريشن ايه؟ ثيرابي. بعد كده بقى هنيجي نتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الجي اي تي بروتكتيف. الجي اي تي بروتكتيف ده ماشي، سيبك من دي كده غلط اصلا ماشي. الجي اي تي بروتكتيف ده اللي هي ادزوربنتس ماشي. ادزوربنتس يعني ايه بقى؟ يعني بتشتغل ماشي باختصار كده كايه؟ مغناطيس. بتشتغل ايه؟ كمغناطيس. طيب مغناطيس ازاي بقى يا شباب؟ بيقول لك المواد دي اللي هي المواد الادزوربنتس دي ماشي، لما بتخش الانتستين بتسحب الفلويد، بتجمع عليها الفلويد والبكتيريا اللي هي البكتيريا اللي هي ممكن تعمل دايريه وكده ماشي، واي حاجه بقى بتجمعها على سطحها ماشي. فايه فبالتالي هي ايه؟ عامله زي المغناطيس كده بالظبط ماشي. بتجمع بقى الايه؟ الفلويد والبكتيريا واي حاجه تانية على سطحها ماشي. وبالتالي بتزود الفيسكوستي بتاعت الستول. يعني الستول لما بيجي ينزل بيبقى اللزوجه بتاعته عاليه شويه. تمام. طيب ايه هو الكاولين والبيكتين ده؟ الكاولين ده يا شباب والبيكتين دول موجودين في قشر التفاح، فبالتالي بيقول لك حتى ايه؟ في ناس تقول لك لو واحد عنده اسهال يقول له ايه؟ كل تفاحه بقشرها، لان الكاولين والبيكتين دول موجودين في قشره التفاح ماشي. ودول ايه؟ بيشتغلوا كادزوربنتس. يعني ايه بيشتغلوا كادزوربنتس؟ يعني بيشتغلوا كمغناطيس، يعني بيجمعوا بيشدوا الفلويد والبكتيريا واي حاجه على سطحها كده، وبالتالي بيعالجوا الايه؟ الدايريه يعني، وبيقللوا بيزودوا الفيسكوستي بتاعت الستول. والبيزمس ماشي، والبيزمس ده برضو ايه؟ بيشتغل كادزوربنت، نفس الكلام بالظبط ماشي. يبقى في الايه؟ في الجي اي تي بروتكتيف او الادزوربنت ماشي، زي الكاولين والبيكتين ماشي، والابل والايه؟ والبيزمس ماشي. سبكربونات. تمام. نيجي هنا بقى للانتي موتيليتي دراجز. الانتي موتيليتي دراجز بقى ده في اول حاجه فيها الاوبيات. الاوبيات دي اللي هي عارف الافيون اللي هي اخوات المورفين. تمام ماشي. فدي ايه؟ دي بتقلل البريستالسيس اللي هي الحركه الدوديه، وبتزود الايه؟ النون بروبالسيف موفمنت. تمام كده. تمام. هقول لك هناخد دلوقتي كل ده بالتفصيل دلوقتي. بصوا، الانتي موتيليتي دراجز اللي هي الاوبيات ريسبتورز دي بتشتغل على ريسبتورز اسمها ميو ماشي. بتشتغل على ايه؟ على ريسبتورز اسمها ميو. تمام. دول ايه؟ 3 انواع من الادويه، اللوبراميد والدايفينوكسيليت، وفي برضو نوع تالت كده اللي هو الكودايين ماشي. الكودايين. تمام. طيب اللوبراميد ده يا جماعه ماشي، هو احنا قلنا دول اخوات المورفين، ولكن اللوبراميد دي نو لوبرا لا، يعني اللوبرا افتكر اللوبرا اولها ال، فلا لا يبقى نوت باس البلاد برين بارير، نوت باس ماشي البلاد برين بارير. حلو كده. تمام. نوت باس البلاد برين بارير. تمام. والدايفينوكسيليت برضو نوت باس البلاد برين بارير، نفس الكلام. انما الكودايين هو اللي بيعدي البلاد برين بارير ماشي. وخلي بالك الكودايين ده كان ايه؟ كان برضو بيستخدم كانتي يعني بوتنت انتي تصرف ايه؟ دراج، بيستخدم للسعال او للكحه. تمام. ده الكودايين. يبقى الكودايين ده اخطرهم او ايه؟ او اسوأهم. ليه؟ لانه بيعدي البلاد برين بارير. انما هنا اللوبراميد ده افضلهم، لان اللوبراميد ده نوت باس الايه؟ البلاد برين بارير، ما بيعديش. تمام.
طيب والايه وايه تاني؟ والدايفينوكساليت ده يا جماعه بنحبه قوي قوي مع الاتروبين، يبقى الدايفينوكساليت بنحبه مع الاتروبين. فبيقول لك هنا من السايد افكتس بتاعت الايه بتاعت الانتي موتيليتي دراجز بقى اللي هي الاوبيات اخوات المورفين دول ايه، ممكن تعمل دوخه ديزنس، ماشي، ممكن تعمل نفده، ماشي، قصدي اللي هي نوزيا وفوميتنج يعني، ماشي، ممكن تعمل نوزيا وفوميتنج، تمام. طيب وممكن تعمل ممنوعه طبعا في مرضى اللي هم الايه اللي عندهم دايفرتيكولا. عارفين الدايفرتيكولا دي اللي بتبقى بلج كده في الانتستين، تمام. فالمفروض ان هو اصلا انها دي بتقلل البريستالسيس، بتقلل الحركه الدوديه، تمام. وبعدين كمان هي مش بتقلل الحركه الدوديه وبس، في حاجه برضو نسيت اقولها لكم هنا يا شباب، ماشي. هي هنا بتقلل الحركه الدوديه اهي، وبتقفل كونتراكت السفنكتر، تمام. بتكونتراكت السفنكتر، بتقفل السفنكتر، يعني بتقلل الحركه الدوديه وبتقفل السفنكتر، تمام. فنيجي هنا بقى، ماشي. فبيقول لك من السايد افكتس ايه بقى؟ انها بتعمل بيرفوريشن للدايفرتيكولا، ماشي. فانت دلوقتي عندك الحركه الدوديه قليله، تمام، الحركه الدوديه قليله. طيب وفي كمان كونتراكشن للسفنكتر، يعني نعم قليله بس في برضه يعني يعني الحركه الدوديه قليله ولكن في برضه حركه برضه دوديه، يعني مش ممنوعه خالص يعني، تمام. فالحركه الدوديه البسيطه دي مع الكونتراكشن بتاع السفنكتر ده ممكن يضغط في يعني يعمل ايه، يعمل بيرفوريشن للدايفرتيكولا، يعمل فيها ايه، بيرفوريشن كده، لان بيبقى فيه انتراليومينال بريشر، ماشي. طيب وده برضه سايد افكت مهم، خلي بالك، يبقى ممنوع في مرضى الدايفرتيكولا اللي عندهم دايفرتيكولا، ممنوع تديهم الانتي موتيليتي دراجز اللي هم الاوبيات، ماشي. يبقى خلي بالك الاوبيات ممنوعين في ايه، في مرضى الدايفرتيكولا، تمام. وممنوعين كمان في الاطفال الاقل من 6 سنين. ليه بقى؟ لان انت عندك طبعا الامعاء في الاطفال مش زي الامعاء في الكبار، تمام. فانت لو اديت اللي هو الايه الدواء ده، ماشي، في طفل اقل من 6 سنين، ماشي، يعني هيقلل البريستالسيس لدرجه انه ممكن يعمل شلل في الامعاء، باراليتيك الياس، يعمل شلل في الامعاء، تمام. انما طبعا في الكبار عادي، يعني الكبار مش زي الصغيرين، انما الاطفال انت كده بتلبسه في حيطه، يعني انت كده لو اديت الاوبيد ده لطفل اقل من 6 سنين انت كده بتلبسه في حيطه، ممكن ايه يحصل له شلل في الامعاء، ماشي. وطبعا لو واحده مثلا بترضع وخدت الاوبيات ريسبتور دول، ماشي، هيعدي من اللبن ينزل للطفل اهو، يعمل له ريسبيراتوري سبريشن، ماشي. يعني ايه ريسبيراتوري سبريشن؟ احنا طبعا لما تاخده في السي ان اس ان شاء الله السنه الجايه اللي هو المورفين واخواته دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، ده سايد افكت، يعني ايه، يعني مشهور جدا جدا للايه، للمورفين اللي هو بيعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. فهنا برضو ماشي، دول لو اديتهم لام بترضع فممكن يعملوا ريسبيراتوري سبريشن، التنفس يقف عند الاطفال، تمام. ماشي. يبقى كده تاني هناخد انها هنا بتعمل ايه، دراوزنس والديزنس والنفده اللي هي الايه، نوزيا وفوميتنج، تمام. طيب وبعد كده تعمل بيرفوريشن في الدايفرتيكولا، لان الحركه الدوديه اي نعم مش يعني هي قليله، مش واقفه خالص، وفي كونتراكشن للسفنكتر، فبالتالي بيبقى في بريشر انتراليومينال بريشر، فيعمل بيرفوريشن في الدايفرتيكولا، ماشي. وبرده بيعمل ايه، باراليتيك الياس في الاطفال اللي اقل من 6 سنين، تمام. لان انت ايه، امعاء الاطفال مش زي امعاء الكبار، لو اديت الايه الاطفال الامعاء مش هتستحمل، فايه البريستالسيس هتقف خالص، فيحصل شلل في الامعاء، ماشي. وبرده لو اديت الواحده بترضع يحصل ريسبيراتوري سبريشن للطفل اللي بترضعه، ليه؟ لانه هيعدي من اللبن، وطبعا احنا عارفين اشهر سايد افكت للمورفين واخواته اللي هو بتعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، تمام. طيب كده خلصنا الانتي موتيليتي دراجز. بعد كده اللي هي الانتي كولينرجيك دراجز. الانتي كولينرجيك دراجز دي زي الاتروبين طبعا، واخدينه السنه اللي فاتت يا شباب، ماشي. ان هو ايه، بيبقى بيريليف الايه اللي هي الكوليك اللي معاه دايريه، ماشي. يبقى ايه اللي يبقى ده لما تلاقي دايريه ومعاه كوليك يبقى اتروبين على طول، انتي كولينرجيك، تمام. طيب تالت حاجه اللي هي الانايون اكسشينج ريزن. ده بقى يا شباب الانايون اكسشينج ريزن، افتكر ده دايريه، ماشي، بسبب البايل مال ابزوربشن. احنا لسه قايل لكم حوار البايل مال ابزوربشن ده، ان هي نزلت في الامعاء وجت في التيرمينال اليوم ما عرفتش يحصل لها ابزوربشن، ماشي. فبالتالي فضلت في الامعاء عملت دايريه، يبقى ده كده دايريه سببه بايل سولتس، ساعتها تبقى تديله بقى الريزن. ايه فكره عمل الريزن ده؟ الريزن ده بيرتبط بالايه، بالبايل سولتس دي، ماشي. لما بيرتبط بيها، ماشي، بيعمل ايه، يعني بيقلل الايه الدايريه الافكت بتاعتها، تمام. يبقى افتكر الريزن ده، ماشي، الانايون اكسشينج ريزن ده دايريه سببه بايل، تمام. طيب بعد كده بقى نيجي بقى للسبازموليتيك.
عارفين مرضى الريتيبل باول سيندروم اللي هم القولون العصبي؟ في ناس بتقول انها بتبقى مصحوبه بدايريه، ممكن يبقى مصحوبه بكونستيبيشن، بس الاشهر يعني والكومون انه يبقى مصحوب بسبازمس كده. ماشي تمام. ف السبازمس دي ماشي انت بتديلها ماشي اسبازموليتيك، ماشي اسبازموليتيك فيها يعني ليها ايه طريقتين للعلاج. بارا سبازمو بارا بارا ايه بارا سمباثيك ديبريسنت، ودي اللي هي بتساوي البارا سمباثوليتيك. يبقى بارا سمباثيك ديبريسنت هي بتساوي البارا سمباثوليتيك. تمام. وتاني لاين من التريتمنت اللي هو الدايركت سبازموليتيك، دي بتشتغل دايركت على الكولون ماشي، وبت ايه بتريليف او بت يعني ايه بتقلل السبازم. تمام. يبقى تاني الاسبازموليتيك اللي هو بيبقى مصحوب، بيبقى جاي مع الايه مع مصحوب يعني مع القولون العصبي. في مرضى القولون العصبي تديله ايه في ليه طريقين للعلاج: الباراسمباثيك ماشي ديبريسنت اللي هي باراسمباثوليتيك زي الاتروبين واخواته. تمام. اخواته زي الايه زي الهيوسين، اتروبين هيوسين، اتروبين هيوسين. تمام. وتاني لاين من العلاج اللي هو دايركت سبازموليتيك اللي بتشتغل دايركت على الكولون وتقلل السبازم، زي ايه زي البابا والميبيفيرين، بابا فيرين ميبيفيرين. وشباب الميبيفيرين ده على فكره هو اللي بيبقى موجود مشهور جدا في الصيدليات، اللي هو زي الكولوسبازمين زي الكولونا. ماشي تمام. والبابا فيرين، يبقى الاثنين دول دايركت سبازموليتيك. والاتروبين ده ايه باراسمباثيك ديبريسنت او باراسمباثوليتيك. تمام. تمام كده خلصنا الدارية. نعمل مراجعة سريعة كده عليها. اللاينز اوف تريتمنت الداريه قلنا الاول انها ايه اسبابها ايه ممكن تبقى انفكشن زي فيروس بكتيريا بارازيتيك، انفلاميشن زي الانفلاماتوري باول زي الالسيراتيف والايه والكرونز، الكارسونيت تيومر، البايل سولتس مال ابزوربشن. ماشي الدراج انديوس دايريا. طب زي ايه بقى الدراج اللي بتعمل دايريا؟ زي المغنيسيوم، زي الانتي هايبرتنسيف اللي هي البيتا بلوكر، زي اللاكستيف، زي الاس اس ار اي. تمام. وقلنا انها ايه بيبقى فيها زياده في الموتيليتي وزياده في السكريشن، زياده في الموتيليتي والسكريشن ونقص في الابزوربشن. الاكل ما بيلحقش يقف عشان ايه يمتص، بينزل بسرعه وفي حركه في الامعاء وكده. نيجي بعد كده اللاينز اوف تريتمنت قلنا سبيسيفيك اللي هو سيبرو ومترو، والنون سبيسيفيك اللي هي ايه الحاجات دي وهناخدها دلوقتي اللي هي الايه اول حاجه الاورال ريهيدريشن ثيرابي. ماشي في منها نوعين: جلوكوز بيزد وسيريال بيزد. ماشي الجلوكوز بيزد دي قلنا انها بتبقى ليها خاصيه اسموزيه بتسحب عليها الميه فبتمنع انها تنزل في الستول، فالميه بتفضل في الامعاء فيحصل لها ايه ابزوربشن تمتص بقى. ماشي والاثنين الجلوكوز والسيريال بيزد بيتكونوا من نفس المكونات اللي هي الصوديوم كلورايد بوتاسيوم كلورايد والصوديوم ستريت. ماشي قلنا الجلوكوز اللي هو الجلوكوز والسيريال اللي هو زي الستارش او الرايس الرز. تمام. بعد كده قال لك الجي اي تي بروتكتيف، قلنا الجي اي تي بروتكتيف بتساوي ادزوربنتس. ماشي سيبك من ابزوربنتس دي غلط. تمام. ادزوربنتس دي زي ايه زي الكاولين والبكتين اللي هو الابل. قال لك واحد عنده دايريه خد لك تفاحه بقشرها، القشر فيه ايه القشر فيه بكتين وكاولين. ماشي فدول بيشتغلوا كادزوربنتس يعني مغناطيس، بيسحبوا بقى البكتيريا الفلويدز عليهم. تمام. وبيزودوا الفيسكوسيتي بتاعت ايه بتاعت الستول. وطبعا البيزمس كمان برضو بتاكت كاز ايه از ادزوربنتس. تمام. طيب الانتي موتيليتي دراج اللي هي زي الاوبيات ريسبتور اجونست اللي هي الايه الاوبيات. اصلا احنا قلنا الاوبيات ماشي اللي هو الاخوات المورفين اللي هو الافيون والحاجات دي. تمام. الاوبيات ده بيشتغل ايه بيشتغلوا على ميو ريسبتور اللي هي موجوده في ايه في الامعاء، فبالتالي بتقلل البريستالسيس. ماشي وبتزود النون بورباسيف موفمنت. تمام. طيب يجي بعد كده الانتي موتيليتي دراجز. ماشي الاوبيات ريسبتور اجونست. ماشي قلنا ايه زي اللوبراميد دايفينوكسيليت والايه والكودايين. تمام. اللوبراميد ده افضلهم والكودايين اسوأهم، والدايفينوكسيليت قلنا بنحبه مع الاتروبين. ماشي اللوبراميد ده هو قلنا اللوبراميد اوله ال يبقى لا ما بيعديش البلاد برين بارير، انما الكودايين هو اللي كان بيعدي. ماشي والدايفينوكسيليت على فكره برده ما بيعديش البلاد برين بارير. بس لو عايزين برده ايه تعرفوا يعني الدايفينوكسيليت ده هو مينيمال بس يعني في جزء منه صغير بيعدي البلاد برين بارير، بس هي مش عليكم مش مهم تعرفوها. تمام. طيب الدراوزنس السايد افكت بتاعت الايه الانتي موتيليتي دراجز دي اللي هي الاوبيات اللي هو مورفين واخواته بيعمل ايه دراوزنس وديزنس اللي هي الدوخه. ممنوع في مرضى الدايفرتيكولم. ماشي عشان بيعمل فيه بيرفوريشن، ما هو في البريستالسيس بيبقى فيه بريستالسيس بسيطه وفي كونتراكشن في الاسفنكتر، فبالتالي ايه بيزيد الضغط جوه فيعمل ايه بيرفوريشن للدايفرتيكولم. ماشي بيبقى ممنوعه برده في الاطفال اللي اقل من 6 سنين لان ممكن يقل بريستالسيس لدرجه انه يعمل شلل في الامعاء. ماشي وممنوع برده في الست اللي بترضع ليه لانها ممكن تعمل ريسبيراتوري سبريشن. ماشي في الايه في الطفل. وبعد كده قلنا الانتي كولينرجيك زي الاتروبين ماشي واخواته.
ماشي. دول برضو ايه اللي هو الدايريه اللي معاها كوليك مغص، دايريه بكوليك ماشي، برضو ايه تدي في اتروبين. الانايون اكسشينج ريزن ده قلنا الدايريه اللي سببها مال ابزوربشن في البايل سولتس ماشي. البايل سولتس ما ايه ما حصلهاش دي ابزوربشن، فبالتالي ايه عملت دايريه تمام. فبالتالي على فكره برضو الدواء بتاع الانايون اكسشينج ريزن ده اسمه ايه؟ اسمه كوليس تايرامين ماشي، اللي عايز يعرفه يعني. يبقى الدواء اللي هو الريزن ده ماشي، اللي هو بيبايند في البايل سولت، بيرتبط بالبايل سولت ده ويقلل الدايريال افكت بتاعتها ماشي. الدواء زي ايه بقى؟ زي الدواء ايه اللي اسمه كوليستيرامين، ده دواء اسمه كوليستيرامين تمام. تمام. بعد كده يجي هنا يقول لك السبازموليتيك او الانتي سبازموديك ماشي. قلنا ايه اللي هي في مرضى الاريتابل باون سندروم اللي هو القولون العصبي، قلنا ممكن يبقى معاها سبازمز كده مصحوبه بايه؟ بسبازم. فالسبازم دي تديله ايه؟ تديله نوعين من العلاج، يا اما باراسمباثيك ديبريسنت اللي هي باراسمباسوليتيك تمام، زي الاتروبين واخواته، زي الهيوسين تمام، هيوسين اتروبين. طيب والدايركت السبازموليتيك دي اللي بتشتغل دايركت على الكولون تقلل ايه؟ السبازم، زي البابا والميبيفرين ماشي. والميبيفرين ده اشهرهم ماشي في الصيدليات، زي اللي هي الكولوسبازمين الكولون، الحاجات دي مشهوره قوي يعني تمام. والبابا فرين برضه على فكره مشهور تمام. طيب بعد كده اسئله بقى. بيقول لك هنا البالك فورمينج بيرجيتيفز ماشي. اول حاجه سينثيتك دايساكرايد، لا ده دي كانت الايه؟ كانت اللاكتيولوز. طيب فلويد بريباريشن ادمنستريتيف بالريكتم، لا ده دي كانت ايه؟ الانيماتا ماشي، الحقنه الشرجيه. طب انكريز ذا بالك اوف انتستينال كونتنتس leading to stretch of wall في of جي اي تي leading to stimulation of persistence، صح تمام. طيب دراج ذات ديكريز بيرسلسز، لا برضو تمام. بعد كده تاني سؤال بيقول لك اتس نوت used in patient with defect in renal function، ايه اللي قلنا ممنوع جدا جدا في مرضى الرينال؟ المغنيسيوم ماشي، اللي هو بي. طيب تالت حاجه الفولوينج ذا فولوينج ار كوز اوف دايريا اكسبت، قلنا في انفكشنز اللي هي فيرال وبكتيريال وبتاع ده وبارازيتك، وانفلاميشنز زي الانفلاماتوري باول ديسيز ماشي، زي الكرونز والالسيراتيف كولايتس. وتالت حاجه البايل سولتس ابزوربشن، لا كان بايل سولتس مال ابزوربشن، ما بيمتصش فبيفضل في الامعاء فيعمل دايريه. وتيومر زي الكارسينويد تمام. نيجي بقى بعد كده على الكاستر اويل، بيقول لك بيعمل ابورشن في البريجنسي، طبعا احنا قلنا ممنوع زيت الخروع اللي هو الكاستر اويل ده ممنوع جدا في الايه؟ في الحوامل. طيب اتس امبورتنت تو بريفنت السترينج في البيشنت وثانيه، طبعا ما ينفعش يعني لازم نمنع بتاع ده المرضى اللي هم ايه؟ عندهم هرنيا فتاء تمام. طيب الانتي كولينرجيك دراجز زي الميبيفيرين، لا الانتي كولينرجيك دراج ده اللي هو زي الاتروبين او اخواته اللي هو زي الايه اللي لسه قايلينه دلوقتي، او اللي هو الايه الهيوسين ده تمام. انما الميبيفيرين ده كان ايه؟ كان دايركت سبازموليتيك تمام. طيب وكان في هنا ايه؟ باراسمباثيك برضو اللي هي الايه؟ الاتروبين تمام. ماشي كده نبقى خلصنا يا شباب محاضرتنا، ادي الاجابات اهي وشكرا.